كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وما أدراكم ما عزير. عزير نبي من بني إسرائيل، كانت له مزرعة خارج المسجد الأقصى، خارج القدس، وكان من أهل بيت المقدس. وكان عزير يكره مجالس اليهود لما فيها من الكذب والغيبة والفسوق والفجور، وأكثر وقت في مزرعته. وإذا جاء يحمل معه من مزرعته عنبا ويأتي إلى بيته. وذات يوم، ذات مرة، ظهر الطاعون في بلدته في بيت المقدس، وأخذ ينتشر في الناس ويموتون. فاجتمع أهل القرية وقرروا الهروب من القرية خوفا من الطاعون، فخرجوا عن بكرة أبيهم، وكان عددهم وقت خروجهم 30,000. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فلما خرجوا خارج بيت المقدس قال الله لهم موتوا. خرجتم خايفين من الموت؟ يلا موتوا جميعا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. باقي أحد منهم ما مات؟ طبعا جميعا ماتوا. فبينما هم في موتتهم تلك ليست فيهم عين تطرف إذ أقبل عزير على حماره وبيده عنب وبيده الأخرى ماء عذب قد جاء به من مزرعته، فإذا بالناس قد ماتت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذا فلان وهذا فلان وهذا بني فلان كلهم ماتوا، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فجاء أمر الله إلى عزير أن يموت هو وحماره. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله. مات هو ومات حماره. ولما مات عزير وحماره أحيا الله القرية بحذافيرها 30,000 كلهم يأتي إليه وينظر إليه ميتا كما نظر إليهم أموات. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعدما أمات عزير الذي رآهم أموات. فنظروا إليه ميتا كما نظر إليهم أموات ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. رجعوا إلى بيوتهم وقالوا لما نخرج خوفا من الموت والموت قد أتانا خارج نرجع. فرجعوا فعاشوا إلى آجالهم وشهدوا جميعا على موت عزير وعزوا أهله. وكان من ضمنهم فتاة جارية صغيرة وقت موت عزير كان عمرها 10 سنوات، وكانت ممن نظر إلى عزير وحماره وقت موته. وبعد مضي 100 عام أحيا الله عزيرا وأحيا حماره، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ نظر عزير إلى العنب ما تغير.
إلى الماء ما تغير، إلى جسمه ما تغير. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني يمكن نمت ساعة يوم، والله جزء من يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك العنب وشرابك لم يتغير، لكن شوف الجهة الثانية، انظر إلى حمارك. الحمار أصبح عظاما نخرة يابسة. 100 سنة على حمار، ايش تتوقع يصير؟ شكل عظامه. وانظر إلى حمارك. طيب ماذا سيرى من الحمار غير العظام؟ هيكل عظمي، حتى العظام مفتكة ما عادت متصلة مع بعض، هذه العظام تفككت من طول الزمن. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وإذا بالعظام تدب فيها الحياة، وإذا بها تعرق ويأتي فيها رطوبة، وإذا باللحم ينبت فوقها يجري، وإذا بالجلد ينبت فوق اللحم، وإذا بالشعر يخرج من الجلد، وإذا بالحمار يقوم فينهق مستويا كأنما لم يصر عليه شيء. سبحان الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ركب حماره وأخذ طعامه وشرابه وأقبل على مدينته بيت المقدس. تغيرت المدينة، لم تكن هذه المباني هي التي كانت من قبل، لم تكن هذه الشوارع بالصورة التي كانت عليها، لم يكن هذا البشر على ما كانوا عليه. ويمشي إلى بيته ويجد أحفاد أصبحوا رجالا. يا الله، أولاده صاروا أكبر منه 100 سنة، أولاده منهم من مات. ووجدوا لما جاء إلى بيته من أنت؟ قال أنا عزير. من عزير؟ قال هذا بيتي. قال فيه جدنا عزير قد مات من قبل 100 سنة. قال يا جماعة أنا عزير. قالوا إن كنت أنت عزير فما في القرية إنسان إلا فلانة عمرها 110 سنوات تعرفك وهي الآن عمياء، فإذا دعوت الله لها ورجع لها بصرها ورأتك وقالت أنت عزير صدقناك. قال جيبوه. فجابوا 110 سنوات تعكز على عكاز. فدعا الله فرد الله إليها بصرها، فلما رأته قالت عزير. قالت اليهود نشهد أنك ابن الله. شو المجرمين. وقالت اليهود عزير ابن الله، فلم يجدوا شيء يكرمه به إلا أن جعلوا شريك لله سبحانه. عليهم من الله ما يستحقون. طبعا آمن به من آمن، وعاش عزير عمره بعد ذلك ومات عليه الصلاة والسلام.